السلام عليكم ورحمة الله. من خلال Obsidian تقدر تجمع معلوماتك وكمان تعرضها على هيئة برزنتيشن بأقل مجهود، وده عن طريق بلجن رهيب اسمه Advanced Slides. تعالوا نشوف ازاي ننزله وازاي نستخدمه. باجي هنا على Obsidian Settings، بختار Community Plugins، بعدين Browse، وهدور هنا على Advanced Slides. أنا عشان منزله خلاص كاتب لي Installed، ما كانش كده هعمل Install. طيب نرجع تاني. هنا موجود عندي Active، وهنا الأوبشنز بتاعته. من الحاجات اللي تهمني الثيم، والثيم ده أنا ممكن أغيره. عندي أكتر من ثيم، لكن هنختار دلوقتي بلاك دلوقتي، ونشوف إزاي نغيره بعد كده. هعمل إكزت، هعمل كولابس بس لكل الكلام ده. هعمل نيو فولدر اسمها برزنتيشنز، وأقول له نيو برزنتيشن أو ماي برزنتيشن. عشان أفصل بين كل سلايد والتانية بكتب 3 داشز وأدوس انتر، يعني بعمل لاين. تعالوا كده نشغل البرزنتيشن عن طريق شو سلايد بريفيو. وهنا أول سلايد بالنسبة لي هكتب سلايد 1. هنا بيسينك على طول معايا مع الكونتنت اللي أنا بكتبها. على فكرة عشان أعمل الفيديو ده شفت فيديو هنا على اليوتيوب هكتبه من ضمن ريفرنسز. خلي ده هيدنج. عايز أعمل لستة هقول له دلوقتي داش ايتم 1، ايتم 2، ايتم 3، وزي ما اتفقنا ممكن أعمل اندنتيشن أو سب ايتمز. هنا مثلا ايتم 3.1، ايتم 3.2. كده عملت أول سلايد. عايز أعمل تاني سلايد هاخد كوبي بيست هنا، وهنا راح لي على تاني سلايد. هعمل هنا سلايد 2. يبقى هنا أول سلايد، هنا تاني سلايد، وفي ارو تحت بيقول لي أروح يمين ولا شمال. دي البداية. هنا شفت الايتمز كلها مرة واحدة. لو عايز أعرضهم ايتم ايتم بدل الماينس هخليها بلس، وخلينا نكتب ايتم 2 نفس الكلام، كله بقى هيكون بلس. شيل الكلام ده حتى مش مشكلة. ايتم 1، ايتم 2، ايتم 3. شايفهم كلهم مرة واحدة هنا، لكن هنا اجي هنا ادوس مثلا سبيس ايتم 1 2 3. ممتاز جدا. لكن طبعا مش هعرض السلايد جوه الويندو ده. هم عاملين ايه بقى؟ عاملين تقدر تشوفها جوه البراوزر عن طريق الايكون بتاع البلجن اوبن ان براوزر. لو دوست عليه كده جاب لي هنا البراوزر، وهنا بيبص على بورت 3000. ممكن طبعا اغير البورت في اي وقت انا عايزه. جميل جدا. طيب هقفل البراوزر دلوقتي ونشوف ايه الاوبشنز الثانيه اللي ممكن نزودها. هاجي هنا 3 داشز عشان اشوف سلايد رقم 3، وانا هقول له سلايد 3، وعايز احط صوره هنا. تعالى مثلا نجيب ميدجرني، نختار صوره من هنا، مثلا صوره تعبان ده. رايت كليك هنا، رايت كليك كوبي ايمج، واجي هنا واعمل بيست وادوس انتر. كده جاب لي الصوره على طول جوه السلايد. عايز اخلي الصوره دي باك جراوند. اخليها ازاي باك جراوند؟ هاجي هنا هعمل انجل براكت اكسليميشن مارك هايفن، بعدين اكتب سلايد باك جراوند ايكوال كوتيشن، وهقفل هنا الكوتيشن واقفل التاج. بقت الصوره بالنسبه لي دلوقتي هي الباك جراوند بتاعتي.
ممكن اغير الثيم بتاع السلايدز. ازاي اغير الثيم؟ ممكن عن طريق البرزنتيشن نفسها، او اغير الثيم من هنا زي ما قلنا. تعالى كده نغيره من فوق الاول، من السيتنجز. هاجي هنا واغير الثيم، هشيل بلاك واختار مثلا وايت. بقى الثيم بالنسبه لي وايت. ولو جيت هنا عند الصوره، الفونت مكتوب باللون الاسود. يعني هنا لو قلت له مثلا ايتم 1، يبتدي يبان هنا. طبعا الصوره دي مش مناسبه، تعالى نختار صوره تانية كده. تعالى نختار باك جراوند. بس انت عرفت ممكن حتى تاخد كوبي بيست تحط جوه اوبسيديان. تعالى نجرب الصوره دي كده. رايت كليك، كوبي. هاجي اعمل لها بيست هنا، هياخد الكلام ده كده واشيلها خالص، احطها هي الباك جراوند. بقت الباك جراوند بالنسبه لي. طبعا ايتم 1 مكتوبه باللون الاسود. هنا تعالى هنا ونغير الثيم من هنا. هنغيره ازاي؟ هاجي هنا اعمل 3 داشز وادوس انتر، او من غير ما ادوس هيجيب لي شويه اتريبيوتس، هختار منها الثيم او اكتبه ثيم، وانا هقول له بلاك. اتقلب تاني بلاك. واجي هنا عند الصوره، بقت بالمنظر ده. تمام. في اكتر من ثيم شكلهم حلو. نختار بس اخر ثيم عندنا اللي هو كان اسمه ماتروبوليس، يعني صح النطق. هاخد الثيم ده كده واختاره عندي هنا. ده شكل الثيم. تقدر تشوف كل الثيمز الموجودة وتجربها. من الحاجات الظريفة كمان تقدر تعمل فيرتيكال سلايد، ودي مش موجودة في الباوربوينت على ما أظن يعني. دي نعملها ازاي؟ لو جيت هنا سلايد 2، خليها 1 عشان دول بيبانوا مع الوقت. وهنا هدوس انتر، وهنا هاجي هنا بدل 3 هايفنز او 3 داشز هخليهم 2 داشز بس كده. تعالى اشوفها في البراوزر. لو تلاحظ هنا في سهم تحت، هدوس عليه يجيب لي سلايد 2، وبعدين اجيب السلايد او نيكست سلايد اللي بعدها. ارجع تاني هنا سلايد 2، وفي هنا الاب ارو ادوس عليه يجيب لي دي سلايد 3 بقى. المفروض محتاجين بس نعدل في السلايدز. لو انا واقف على البراوزر بس وعدلت هنا، خلي دي 1 2. تعالى نرجع كده. هنا سلايد 1، بنزل لتحت هنا سلايد 2 يمين هنا عشان بس الايتمز لازم اكملها كلها. بعد كده سلايد 3. ايه كمان ممكن اعمله هنا؟ لو جيت هنا بس ودوست اس، خلينا ندوس كيو الاول، مش هيحصل حاجه. في السيتنجز عندي ليزر بوينت. تعالى ندخل هنا على سيتنجز ونشوف بقيه الاوبشنز. في هنا ليزر بوينت. تمام. واجي هنا
هدوس هنا Q اتقلبت ليزر بوينت. ظريف جدا. ايه تاني حلو هنا؟ ان انا ممكن اجي عند السيتنجز برضو واختار تشوك بورد، اعمل لها enable وارجع تاني. تعال نكبر شويه كده. هنا ظهر لي القلمين دول، هدوس على القلم ده. هنا بقى لو عايز اكتب على زي كده سبوره طباشير بتاع زمان، مثلا y بتساوي x سكوير، اعمل مصفوفه a11 a12 a21 a22. جميل. وفي هنا اسهم عشان تتحرك كمان. دوست عليه تاني برجع هنا. طب ده فايدته ايه لو دوست عليه هنا؟ لو انت عايز تهايلايت اليمنت جوه السلايد بتاعتك، تختار اللون اللي انت عايزه وتعمل هايلايت او تركز على جزء وانت بتتكلم. جميل. ارجع تاني هنا. لو دوست على القلم هنا بقى شكل تاني، اقدر ان انا برضو اهايلايت اي اليمنت موجود عندي، وهكذا. دي من الحاجات الظريفه قوي الموجوده عندي في الادفانس سلايد بلجن، وكل سلايد ليها تشيك بورد مختلفه عن الثانيه. اخر حاجه، لو انا فاتح البراوزر عندي ودوست اس زي الباوربوينت كده، دي السكرين دي اللي انت بتشوفها كبريزنتر، تحطها مثلا في السكرين الثانيه، ودي السكرين الرئيسيه اللي بيبص عليها الاودينس اللي انت بتعرض لهم برزنتيشن. جميل. انا دوست اس عشان اجيب السكرين دي. في كمان تكتب نوتس، يعني انت مثلا واقف على سلايد 3، مثلا خلينا سلايد 1. لو كتبت هنا نوت نقطتين this is my notes مثلا، ورجعت تاني في البراوزر، هدوس اس الاول، هعمل ريفرش، هدوس اس، دي النوتس بتاعتي مش موجوده عندي هنا لكن موجوده هنا. كده شفنا غالبا معظم الفيتشرز اللي ممكن اعرضها وانا بعمل برزنتيشن من خلال اوبسيديان عن طريق ادفانس سلايدز بلجن. تعالوا نشوف برزنتيشن انا عملتها امبارح كديمو. دي برزنتيشن كنت عملتها امبارح في فيديو. تعالوا نشغل بلجن. زي ما ملاحظ كده اوبسيديان ممكن افتح اكتر من ويندو جنب بعض او اكتر من تاب جنب بعض، وهنا هفتحها جوه البراوزر. هنا بنعرض ايتم باي ايتم، بعد كده سلايد 2، بعد كده فيجرز بقى زي ما انت عايز، وهكذا. برزنتيشن معقوله حلوه باقل مجهود، مش لازم يكون عندك برنامج مخصوص للبرزنتيشن. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.